بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور حلمي الجزار على شاشة BBC. والخلاصة أن الثورة تواصل إسقاط مكونات الدولة التي قامت لتسقطها. الثورة تغيير جذري شامل، وبديهي أنه ككل تغيير يبدأ بالأجزاء الأضعف، وقد أسقطت الثورة في هبتها الأولى الأجهزة الأمنية المحلية والأحزاب الورقية والأقل جماهيرية. وأول هذه الأحزاب التي سقطت هو الحزب الوطني، حزب السلطة الأكبر الذي تعجز نسخته الراهنة حتى الآن عن أن تعلن نفسها حزبا للسلطة مرة أخرى، خوفا من مصير النسخة الأولى. وبهذا فإن الثورة مستمرة. كلهم سقطوا عن المكان، بمعنى أنهم لم يعودوا موجودين، أو عن المكانة بمعنى أنهم ارتضوا بوضعية الخادم المعلن وعسكري المراسلة. أما التنظيمات الأكبر حجما والأجهزة الأمنية ذات الامتدادات الإقليمية فهي تتآكل شيئا فشيئا، هي تتساقط لأنها أكبر من أن تسقط دفعة واحدة، هي تنهار في خطوات يمكن أن نلاحظها. ومن هذه الخطوات اللقاء الذي أعلن فيه الدكتور حلمي الجزار أنه كانت هناك مفاوضات بين سلطة العسكر وبين الإخوان، أو مشروع للمفاوضات، أو مبادرة، أو مصالحة، أو تسوية، حسب التعبيرات المختلفة التي استخدمتها الأطراف المتعددة. تسوية جرت بوساطة، أو محاولة للتسوية جرت بوساطة عبد الرحيم علي الذي بادر هو بالاتصال بقيادات الجماعة كما قال الدكتور حلمي الجزار عبر 2 من المقربين من الدكتور محمد مرسي. هلا أكدت لنا هذه الأنباء التي تحدثت عن لقاء بينكم يعني ومن يمثلونكم وبين إعلامي مصري هو عبد الرحيم علي محسوب على الحكومة المصرية، تؤكد لنا ذلك أو تنفي؟ أقول وبوضوح يعني شديد أنه هو الذي طلب المقابلة وتوسط في هذه المقابلة، وهذا أمر مهم. 2 ممن كانوا قريبين من الدكتور محمد مرسي رحمة الله عليه، وبهذه الوساطة تمت المقابلة، وكان هناك عنوان لهذه المقابلة هو بناء الثقة، وقلنا أهلا ببناء الثقة، لأننا نريد فعلا ثقة للمستقبل، يعني نستطيع من خلال هذه الثقة أن نخطو خطوات إلى الأمام. لكن جاء طوفان الأقصى فعطل كل المسارات، وشغلت المنطقة كلها وشغلت الأنظمة كلها بما جرى في طوفان الأقصى. لكن هو الذي طلب المقابلة، وبواسطة 2 من المقربين جدا من الرئيس الشهيد محمد مرسي رحمه الله، ولولا هذه الوساطة ما تمت المقابلة. ما الذي يعني قيل في هذه المقابلة؟ يعني تناقشتم حول ماذا؟ تناقشنا حول بناء الثقة، وقلنا له بوضوح: الثقة يبنيها الطرف الأقوى، الطرف الذي في يده السلطة. وكان هناك وعود شفوية طبعا بأنهم سوف يطلقون سراح بعض النساء وبعض كبار السن وبعض المرضى، ولكن كما قلت توقف ذلك كله بعد طوفان الأقصى. هل هناك تدخلات أو انشغالات؟ ربما، لكننا نأمل في المستقبل ألا يكون فقط بعض من النساء وبعض من كبار السن وبعض المرضى، بل نأمل أن يكون كل المحبوسين، كل المعتقلين، فليسمم النظام ما شاء. كل هؤلاء الذين خلف الأسوار نريد لهم الحرية، ونريد لهم أن يعودوا مرة أخرى يساهمون في بناء هذا الوطن المكلوم الذي يعاني من مشكلات جمة. ونريد جميعا كقوة وطنية، لسنا وحدنا، القوى الوطنية جميعا بتعاون صادق أن تنظر إلى الأمام لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. هذا ما قاله الدكتور حلمي الجزار رئيس القسم السياسي بالإخوان فرع صلاح عبد الحق في ظهوره الأخير على شاشة BBC. وتعالوا نفهمها خطوة خطوة. وأول خطوة هي أن عبد الرحيم علي لم يتحرك من تلقاء نفسه، بل حركه من يقدر على تحريكه ومن يتولى تحريكه طوال الوقت. حركته الإمارات اللي مشغلاه، وهي صاحبة السلطة الأعلى على السيسي، حتى أنها تفرض عليه وجود عبد الرحيم علي بعد أن شتم السيسي شخصيا وشتم قانونه وسلطته بأبذأ الشتائم
في محادثة هاتفية مسجلة هدد فيها الجميع وعلى رأسهم السيسي بأنه هيحبسهم كلهم، ثم غادر مصر إلى دبي بعد نشر هذه المحادثة في العام 2020 وغاب عنها لفترة. لم يجرؤ السيسي خلالها على أن يمس أمواله وأملاكه ووضعه القانوني أدنى مساس، بل إن عبد الرحيم علي ظل يدير أعماله عبر مساعديه ومعاونيه المعروفين والظاهرين الذين ظلوا في أماكنهم بكامل سلطتهم وحريتهم. ثم عاد عبد الرحيم علي ليعاود الظهور من قلب مصر على شاشات قنوات المخابرات نفسها التي قال إن مديرها ذهب إليه في باريس ليصالحه، بينما صهر عبد الرحيم علي جوز بنته القاضي اللي سجل ونشر المكالمة حصل على البراءة بعد شهور من محاكمته بتهمة مشينة، وقدم استقالته فورا من منصبه، ويبدو أن الاستقالة كانت مقابل البراءة. حنبرأك بشرط تستقيل وتروح لحالك تروح بيتكو، وقد كان. وتعالوا نتابع المكالمة ونتذكر الظرف الذي جرت فيه. خلاص ثبتت الرؤية بالنسبة للمكالمة اللي سمعناها ما بين عبد الرحيم علي وما بين المستشار ماجد منجد عبد العزيز القاضي بمجلس الدولة. محدش فوق القانون يا عم، دي مراتي بقى. ولا القانون قسم القانون. لا القانون مين اللي بيتكلم عنه؟ ده انا عبد الرحيم علي، انت بتكلم بجد. انت اخويا كبير يا حبيبي، ده رئيس الجمهوريه ما عادش يوديني النيابه. لا لا محدش فوق القانون. لا بقول لك على طلاق دي المحرمات من بيت عبد العزيز ما يعرف يوديني النيابه العامه. لا 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 انا اللي بقول لك كده. حبيبنا ما حدش لا ده معايا كفش مش تعرف الحدود فين. لا ما حدش ده فوق مدير القانون. المحافظات العامه جاب رئيس هنا عشان يصالحني عشان انا. لا انت عشان حبيبهم ما تعرفش كنت ايه في مصر. لا انا عبد الرحيم علي ده كنت في مصر، لكن القانون ما فيش حد اكبر منه على فكره. تصم القانون قانون على يومهم. لا غلط. طب قانون اطلع انا اللي عندي واحبسهم كلهم. القانون على اي حد. هناك خلاف شديد بين عبد الرحيم علي وبين ماجد منجد عبد العزيز جعل المستشار يقرر أن يسجل هذه المكالمة لصهره وأن يحتفظ بها إلى الوقت المناسب، وقد جاء الوقت المناسب. احنا دلوقتي في انتخابات وما إلى ذلك، فكانت الفرصة المناسبة للانتقام. هذا الفرض الذي كان مجرد احتمال قائم أصبح الآن أمرا مؤكدا. هذا هو عبد الرحيم علي رجل الإمارات، وهي توفر له حماية عجزت حتى أمريكا عن أن توفرها لرجالها في مصر. وتذكروا أن الدكتور سعد الدين إبراهيم كان يسجن ويصادر في نظام مبارك، وكانت أمريكا تضمن له فقط حياته وتضمن له ألا يتعرض للتعذيب، وتواصل الضغط للإفراج عنه، لكنها لا تملك أن تصدر الأوامر لحسني مبارك بألا يعتقله. أما رجل الإمارات فمحصن أمام السيسي من المساس به أدنى مساس، لأن الإمارات صاحبة السلطة الحقيقية، والسيسي كعبد الرحيم علي كلاهما موظف عندها في الدرجة نفسها، ولا يملك أي منهما سلطة على الآخر، وهو انحطاط في سلطة العسكر يعكس تجليا آخر من تجليات استمرار الثورة، ويؤكد أنها مستمرة في إسقاط الجميع حتى المخابرات العسكرية بكل امتداداتها الإقليمية، ومنها ما هو صلة مباشرة بإسرائيل وبأمريكا نفسها. وهنا يمكن أن نسجل أن الإمبراطورية نفسها تضعف وتتآكل، وإن كنا ننبه أراجوزات إثارة الضجة وقرع الطبل الأجوف إلى أن سقوط الإمبراطوريات لا يتم بين عشية وضحاها، ما بيحصلش في يوم وليلة، بل يستغرق عقودا طويلة، وأن ما يسقط هو النفوذ الإمبراطوري، هو الامتداد والهيمنة، بينما لا تسقط بالضرورة الدولة التي يتخذها هذا النفوذ مقرا ومنطلقا. وقبل سقوط الهيمنة تكون جميع أدوات الإمبراطورية قد اندثرت، قد تلاشت،
ولهذا فإن هذه الأدوات ومن ينتمي إليها تواصل العمل بوعي كامل لإطالة عمر الإمبراطورية مهما كانت الإمبراطورية تسيء معاملتها. إن لو حصلت ثورة جياع في خطر على مصالحكم وعلى مشروع إسرائيل. النهارده لما الشعب قال عايز يروح للحدود مع إسرائيل، إحنا كلنا وقفنا وقلنا له لأ، واتصلنا بخالد مشعل وقلنا له طلع على البيان على الإعلام والنت وقول إحنا مش عايزين من مصير إن هم يروحوا. فإذا النهارده إحنا دلوقتي ما إحناش عايزين انهيار في البلد، مش عايزين فوضى، مش عايزين تخريب ولا حتى ضد مصالحهم، إحنا مش في حرب مع حد. الإخوان وصلوا لدرجة إن راسهم بقت براس عبد الرحيم علي، وهو راسه أعلى كمان. وللتذكرة فإن عبد الرحيم علي مراسل إقليمي ومندوب إعلانات لصحيفة الأهالي في التسعينيات. كان رفعت سعيد عايزه مخبر يجيب له أخبار الجماعات الإسلامية عشان رفعت يدعم بيها مكانته عند الأجهزة الأمنية. فعبد الرحيم لقط الصنعة من العقيد رفعت السعيد وتعامل هو مع الأجهزة مباشرة، واشتغل على السعيد نفسه وعلى الأهالي والتجمع، وكبر لغاية لما بقى واجهة أمنية للتعامل مع الإمارات اللي اكتشف بسرعة إنها الطرف الأقوى في العلاقة، فادها الأولوية وباع لها الأجهزة المصرية اللي قدمته ليها. وكان ممكن إن الحراك الثوري في مصر يوقع ده كله وينظف ده كله لولا خيانات ما يسمى بالتيارات السياسية اللي هي في الواقع واجهات للأجهزة الأمنية وبالتبعية خدم للإمبراطورية، واللي بيستهلكوا حاليا آخر أنفسهم وقدراتهم تمهيدا للاندثار. 2 من المقربين من الدكتور محمد مرسي هم اللي كانوا بيتواصلوا مع عبد الرحيم علي، والدكتور حلمي الجزار هو اللي بيقول كده. شفتوا الدنيا، الإخوان أزمتهم الحقيقية إنهم تنظيم سلطوي في بنيته وفي أفكاره وفي علاقاته، عينه على السلطة، ولو لخصته في السمع والطاعة يبقى تلخيص غير مخل. مش كفاية إنك تلبي الحاجات الضرورية لأتباعك ودوائر نشاطك، هو ده العيب. الإخوان معتقدين إنهم يلبوا الاحتياجات الضرورية للأتباع ودوائر النشاط فهذا يكفي، لكن حقيقة الأمر أن هذا ربما وفي بعض الأوقات لا يساوي شيئا على الإطلاق. الناس ما تحبش إنها تبقى عبيد إحسانات حد. افتكروا إن العبارة دي أنتم عبيد إحساناتنا، العبارة دي كانت سبب سخط الناس على الخديوي توفيق لما اتقال إنه قالها، بغض النظر عن إنه قالها فعلا ولا ما قالهاش، بس مجرد ادعاء إن الخديوي قالها كان مدعاه للغضب عليه ولكراهيته. الناس مش هتحبك وانت بتعملها من خلال السمع والطاعة مهما عملت، والعسكر مش هيأمنوا لك ولا هيسمحوا لك تعاملهم باعتبارك صاحب سلطة ولو لم تكن موازية تماما، لكنها موازية بشكل ما وعلى صعيد ما وموجودة في كل الأحوال. حتى لو كنت بتحط السلطة دي في خدمتهم مش هيأمنوا لك، لأن مجرد امتلاكك لأي قدر من السلطة يخليك خطر عليهم، وأتباع العسكر الآخرين هيرفضوك ومش هيقبلوا بوجودك أساسا، لأنك أكبر من إنك تفضل قدهم وأصغر من إنهم يقبلوا إنهم يبقوا أتباع ليك. ومن هنا أنا شخصيا حطيت احتمال إن الإخوان يتجاوزوا كل اختلالاتهم التنظيمية وتناقضاتهم ويرموا نفسهم في خضم الشارع والثورة والشعب وينسوا أي حسابات تانية، خاصة بعد ما العسكر نكلوا بيهم رغم كل خدمتهم ليهم وحرصهم عليهم. لكن تأكد أن هذا الاحتمال لم يكن واردا في واقع الأمر بأي نسبة، ولا يمكن له أن يكون واردا في أي وقت ولا بأي نسبة. باختصار، لأن العربات لا تملك إلا الاستجابة للقاطرة التي تحركها. العربات ما بتتحركش من تلقاء نفسها، والإخوان عربة مربوطة في قاطرة المخابرات
العسكري. العربات لا تملك إلا الاستجابة للقاطرة التي تحركها، حتى لو كانت القاطرة دي هترميها في البحر أو تدخلها في النار. أيا كانت النتائج يظل التابع تابعا، وطبيعة العلاقة مش نتائج الفعل هي اللي بتخلي التابع ياخد القرار. التابع لا يأخذ القرار بناء على النتائج المتوقعة للفعل، لكنه يأخذ القرار بناء على طبيعة العلاقة القائمة والسابقة على هذا الفعل. فاللي تبع المخابرات الحربية هيعمل اللي المخابرات الحربية بتأمره بيه، حتى لو بتقول له ارمي نفسك في البحر. والإخوان منذ اندلاع الحراك الثوري وهم زيهم زي غيرهم من أتباع العسكر شغالين في إطار سلطة العسكر للحفاظ عليها. في المقابل فإن سلطة العسكر لا تحرص على بقائهم، بل على إقصائهم والتخلص منهم، لأن الزمان اختلف. الإخوان يتعاملون مع هذا التناقض بتقديم المزيد من التنازلات، لغاية لما وصلنا لدرجة إن عبد الرحيم علي هو اللي بقى صاحب اليد العليا في العلاقة معاهم، وبقت حدود التسوية المطلوبة اللي هم بيطلبوها مش اللي بتتفرض عليهم هي الإفراج فقط عن كبار السن والنساء. يا ولداه، ومن تمام البؤس إن حتى ده مش طايلينه ولا هيطلوه بالمناسبة، لأنك لا تحصل في المفاوضات على أبعد من المدى النيراني لمدافعك، وهم كسروا مدافعهم بإيديهم وتخلوا عنها. إضافة لنقطة أراها هي النقطة الأكثر أهمية، وهي أنه مع دخول الإمبراطورية طور التحلل النهائي، فإن قوانين العلاقات التي كانت قائمة في زمن الاستقرار تسقط كلها. اللقمة ضيقت باختصار، المتاح من السلطة والثروة بقى أقل، فمحدش مستعد يتخلى عن فتفوتة من السلطة ولا من الثروة. العلاقات كلها بقت علاقات متوحشة ومسعورة، وسقطت التوازنات القديمة، خاصة ما كان هشا منها وقائم على الشكل والمجاملات. نحن في زمن الواقع الخشن الخام، واللي مش عاجبه يشرب من البحر. شوف القسوة في السودان، والصراع في اليمن، والوحشية في فلسطين. نتنياهو لا يبالي بأرواح الأسرى اليهود أنفسهم، حتى لو بقوا بالمئات مش بالعشرات، لأن المواجهات كلها هي مواجهات الحد الأقصى، ما فيهاش يا مرحميني. الإمبراطورية بتتحلل ومكوناتها بتنهار زي العمارة اللي بتقع، فمحدش من السكان بيفكر قبل ما يخرج هو لابس قميص ولا لا، ممكن يخرج بلبوس خالص، بينما هو كان قبل كده لازم يطمن على ان القميص مكوي كويس وان لونه مناسب ولايق. باختصار احنا في زمن الثورة. الثورة ظرف موضوعي والتغيير حتمي، والتحدي انك تخلي التغيير يبقى لصالحك. انما اللي عايزين يحافظوا على الدولة اخرتهم ان راسهم تبقى اوطى من راس عبد الرحيم علي. المذيعة لما سألت الدكتور حلمي الجزار وقالت له حتى القوى السياسية الأخرى مش عايزاكم، فأنتوا مراهنين على إيه، معولين على إيه؟ لما سألته السؤال ده لا كانت بتتجنى ولا بتزودها، كانت بتتكلم بدقة من داخل المعادلة اللي الإخوان حريصين على البقاء جزءا منها، معادلة السلطة. بتقول له لا راس السلطة ولا أطرافها قابلين وجودكم، فرهنكم على إيه؟ سؤال المفروض إن ملوش غير إجابة واحدة، هي الثورة. لكن الدكتور حلمي الجزار مش شايف الثورة خالص، مش مطروحة، مش ضمن معطياته، مش شايف غير السلطة. مش هو لوحده، هو يعبر عن قيادة الإخوان، هم مش شايفين غير السلطة. ولذلك قال في إجابته إنه هيتنازل لأطراف السلطة. لما بتقول له انتم مراهنين على إيه؟ فقال لها إن هم مراهنين على الاستمرار في تقديم التنازلات والمزيد من التنازلات. هيتنازل لأطراف السلطة معلنا الزهد في منافستها، وهيقدم تنازلات أكبر لرأس السلطة إلى أن يرضى. هيفضل يتحايل، يتوسل، وربما يتسول أو يطرق الباب
زي ما قال باللفظ، وعلى طريقة حسنة قليلة تمنع بلاوي كتيرة، فهو مش طالب أكتر من الإفراج عن المعتقلين من كبار السن ومن النساء، وما عندوش مانع يقولوا عليهم معتقلين ولا محبوسين، يعني ما تفرقش معاه اعتبارهم ثوار ولا الإقرار بأنهم مجرمين، وكله في حبك يهون. والعنوان المطروح هو بناء الثقة. بديهي انهم هم اللي هيقدموا للعسكر كل ما يجعلهم يثقون فيهم. الاخوان هم اللي عليهم ان هم يبنوا هذه الثقة، يجيبوا الطوب والاسمنت والبنة والمناول وكل حاجة. طيب العسكر مش هيثق فيك الا وانت عاجز خالص، هتعمل ايه؟ زي ما كان الرجل الابيض بيقول الزنج الطيب هو الزنج الميت، فالعسكر شايفين ان الاخوان الطيب هو الاخوان الميت، بس برضه الاخوان مكملينها بناء ثقة. ويقول لك يعني هنعمل ايه؟ ما احنا ما فيش في ايدينا حاجة. يا عم ده عايزك ميت. يقول لك معلش، طب قول لي انت على البديل كده وانا هعمل ايه؟ الحقيقة عندهم حق. اللي يسأل السؤال ده في الظرف ده لا يخشى عليه من الموت، وهو لا يخشى الموت لأنه مات بالفعل، مات وتحلل. ومش هقول لكم راجعوا اللي قلته من أول إرهاصات ثورة يناير لغاية النصيحة اللي وجهتها يوم الانقلاب مجازفا برأسي على كفي. مش هقول لكم ده لأنه لا عاد فيه فايدة ليكوا ولن تعاد منكم رجا لحد. انتوا فرقة كده تشتغل مع بعضها وعلى قد بعضها إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا وملهاش دعوة بحد. ومن تمام البؤس إن الدكتور حلمي الجزار بيقول إن التواصل مع عبد الرحيم علي كان قبل طوفان الأقصى. واضح إنه كان قبيل طوفان الأقصى، يعني قبله بفترة قصيرة بحاجة بسيطة، بدليل إنه مفيش خطوة واحدة اتخذت في اتجاه التسوية وبناء الثقة اللي قال عليهم الدكتور حلمي الجزار من ساعة ما كانت هذه المبادرة أو التسوية سرا إلى أن أعلنها الدكتور حلمي. وعايز أفكركم بأنه قبيل طوفان الأقصى دي الفترة اللي كانت قيادات حماس السياسية رايحة جاية على العسكر فيها، وكان نتنياهو بيستعد لإعلان قرارات عنيفة منها ضم الضفة وتوسيع الاستيطان. وعايزك تحط كل ده في سياق واحد وترسم الخريطة من الناحيتين، خريطة ما كانت تخطط له السلطة وخريطة الاستجابة والاستدراج لما خططت له. أنا قاعد بخطط إزاي هصطادك وانت داخل برجليك في الفخ. ارسم الخريطة هتطلع معاك كده بمنتهى الوضوح وبمنتهى البساطة. الحمد لله أنا مش يائس، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولأن تساقط الأجزاء المتعفنة والفاسدة والمتآكلة يبعث على الأمل مش على اليأس. مش يائس بس زهقان وقرفان. طبعا عصور الانحطاط والانهيار مقرفة، وإحنا بنعيش واحد من أسوأها. فهو الواحد ماشي وهو سادد مناخيره وخلاص. عايز أقول لكم إنه في السبعينيات نبغ ثلاثة: دكتور حلمي الجزار، دكتور عصام العريان، دكتور عبد المنعم أبو الفتوح. هدى الله من ندعو له بالهداية وأفرج عمن هو محبوس ورحم من رحل. الثلاثة دول اتنقلوا من الجماعة الإسلامية، كان حلمي الجزار هو أميرها، اتنقلوا من الجماعة الإسلامية في جامعة القاهرة للإخوان، تجددوا شباب التنظيم وقيلت قصائد المديح في عمر التلمساني الله يرحمه، وكيف أنه نجح في تجديد شباب الجماعة عبر استقطاب هؤلاء الشباب وغيرهم، وإزاي أنه قدر يعوم السفينة اللي كانت شحطة تقريبا في وحل القاع ومش قادرة إنها تمشي لسفينة الإخوان آنذاك. كان حلمي الجزار هو الأقل طموحا من حيث إنه لا يسعى لتصدر أو لمناصب
قيادية. وكان الدكتور عصام العريان هو الألين عريكة، وكان عبد المنعم أبو الفتوح هو الأوضح وهو الكاريزما الأكبر منذ أن واجه السادات في هذه المواجهة الشهيرة. هكذا كانت البدايات، ثم انظر إلى النهايات حتى تعرف هل يتحرك القوم بشكل صحيح أم أنهم لا يرتكبون إلا الكوارث والخسائر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا انطلقت بخدت زاوية تانية خالص في المؤتمر، وهي استغلال هذه الديمقراطيات الهشة لاختراق هذه المجتمعات. وقلت لهم إنه الموضوع ما هواش إن الديمقراطية هشة لأنه الرئيس الفرنسي مثلا استخدم مادة الدستور 49.3 مثلا 17 مرة في انه ما يمررش قانون للبرلمان وينفذه على طول زي ما عمل قانون التقاعد. الهشاشة الحقيقية هي السماح باختراق القيم الغربية الأصيلة زي قيم حرية التعبير، حرية العقيدة، حرية المرأة، التعليم المفتوح، كذا كذا كذا، كل هذه القيم والديمقراطية والليبرالية، انه يتم اختراق ده من قوى أصولية جت بهدف تدمير هذه المجتمعات. واديت مثال لتواجد التنظيم الدولي للإخوان المسلمين منذ أكثر من 50 سنة على الأراضي الأوروبية، وبالتحديد على الأراضي الفرنسية، مخترقا الأجهزة السياسية والأجهزة الاقتصادية، ومخترق بجمعيات وحوالي 350 جمعية المجتمع المدني، وبيخترق أحزاب الخضر والأحزاب الديمقراطية والأحزاب الاشتراكية، وبيزرع في المهاجرين المسالمين، الناس اللي جايه تبحث عن حياه جديده في فرنسا، عمل بها جيتوهات في الضواحي، ثم زرع فيها بذره الكره لاوروبا والكره للمجتمع الغربي باعتباره مجتمع غير مسلم، مجتمع كافر، مجتمع يجوز فيه انك تسرقيه، انك تقتليه، انك تبتزيه، بتعيش جواه وانت كارهه هذا المجتمع، بتاخدي باسبور انت كارهاه، بتاخدي امواله واعاناته لانه معظمهم عايشين على الاعانه وانت كارهاه، بتعملي جيتوهات داخله لتفتيته من الداخل، بتعملي مدارس تكميليه لدراسه الدين واللغه العربيه. وكانت مفاجاه بالنسبه لهم، يعني حاجه غريبه جدا انهم ما يعرفوش انهم بيعملوا مدارس تكميليه بتدرس ان الجهاد هو قتل غير المسلمين، وانه غير المسلم ده يحق قتله واستباحه دمه وماله وعرضه. واللي حصل الحقيقه في الفتره اللي فاتت، الاسبوعين اللي فاتت، لو حضرتك كنت موجوده في فرنسا كنت تشوف الرعب في عيون الفرنساويين الحقيقيين. ناس سابت باريس، وناس سابت المدن وراحت الارياف، وناس قفلت على روحها البيبان، وكان في حاله من الرعب شديده جدا. 200,000 مخرب في الشوارع بيكسروا كل حاجه واي حاجه، لدرجه انه مدير المخابرات الفرنسي الاسبق في حواره مع الفيجارو اول امبارح بيقول ان ده حدث لم يحدث منذ الثوره الفرنسيه سنه 1789، لم يحدث اقتحام البيوت واقتحام المتاجر وحرق كل شيء قدام الناس، حرقوه، اللي خرجوا معظمهم 99% منهم من الضواحي. لم يكن ذلك، وهذا ما اكدته داخل المؤتمر، احتجاجا على قتل شرطي لولد، سواء خطا الولد ولا خطا الشرطي، القصه بتحتمل التحقيقات، لكن ده كان غضب مكبوت ومشاعر حقد ومشاعر كره حقيقيه للمجتمع الفرنسي باعتباره مجتمع غربي مخالف للتقاليد والاعراف اللي الناس دي علمتها للولاد دي من 50 سنه في المدارس. علمته ازاي يكره البلد اللي موجود فيها دي، ازاي يحقد عليها، ازاي يحولها الى في المستقبل يغزوها ويحولها الى دوله اسلاميه، هذه الاسلاميه بمفهومه يعني دوله اخوانيه يعني. وده هذا اللي اتزرع في عقول هؤلاء الاطفال من 50 سنه
هؤلاء بعضهم كبر وبعضهم بقى 50 سنه وبعضهم بقى شباب، واللي اتزرع في عقوله من 20 سنه واللي اتزرع في عقوله من 40 سنه. وحذرتهم انه مثل هذا الجيل الثاني والثالث احذروا منه جدا، لانه ان لم تقتلعوا جذور هذه الجماعه تحديدا، الناس دي ملهاش ذنب، الناس دي بترضع الكراهيه مع حليب الام، بترضع في المدارس بيعلموهم ازاي انتوا ناس مختلفين عنهم، وانتوا ناس كفره، وانتوا ناس لا تستحقوا هذه الحياه التي تحيونها، وبالتالي هم يعدونهم منذ فتره بعيده لغزوكم من الداخل. كان في تفاعل كبير جدا مع هذا الكلام، حتى بعد الجلسه قعدنا